ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في سلسله قصه الانبياء، وهنتكلم عن ابو الانبياء او خليل الرحمن سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. لو انت اول مره بتشوفني على اليوتيوب زي ما بقول كل مره ولسه ما اشتركتش في القناه، فايتك كتير بجد. انزل اشترك وفعل الجرس، دعمك بيفرق معايا بشكل كبير جدا، انت مش متخيل ازاي. ولو انت اوريدي مشترك عندي في القناه، ما تنساش تكتب كومنت وتعمل لي لايك عشان نوصل لأعلى عدد من اللايكات والموضوع ينتشر بسرعة. واعمل شير برضو ما تنساش. يلا بعد الانترو نشوف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من ضمن الأسماء اللي اتسمى بيها هو خليل الرحمن، وده نظرا لمكانته العالية عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما احنا بنشوف في الآية الكريمة كده إن ربنا اتخذ سيدنا إبراهيم خليلا. تمام، كل اللي بيجوا برضو تمام ماشي بيكيا. تمام يا عم، شكرا يا عم. المهم، من ضمن كمان الاسماء اللي كان بيتسمى بيها هو ابو الانبياء، ده نظرا لان طبعا في انبياء جم قبل سيدنا ابراهيم زي ما احنا عارفين، بس لان سيدنا ابراهيم جه من نسله انبياء كتير، ومن ضمنهم الثلاث انبياء اللي جم بالكتب، وهم سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه وعلى كل انبياء الله افضل الصلاه والسلام. بغض بقى النظر ان ده جه من نسل يعني سيدنا، هو طبعا خلف سيدنا اسحاق، وبعدين هو سيدنا اسحاق خلف سيدنا يعقوب، والى جانب ان هو كان ابنه الاول اللي هو سيدنا اسماعيل زي ما هنشوف بعد كده في القصه. تمام، فهو كل نبي من دول انحدر من نسله او جه من نسله انبياء من انبياء الله او باقي الانبياء، فعشان كده هو بيسمى بابو. في ناس تانية بتقول ان ابو الانبياء هو سيدنا نوح، هو سيدنا نوح اصلا ابو البشريه الثانيه زي ما احنا عارفين. ولو انت ما شفتش الحلقه روح اتفرج عليها، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، اتفرج عليها وارجع كمل حلقه سيدنا ابراهيم. المهم ان سيدنا ابراهيم بدا في انه يدعي الاول ابوه لتوحيد ربنا سبحانه وتعالى وترك عباده الاصنام، ولكن ابوه ما رضيش ان هو يستقبل الدعوه بتاعته، او ما رضيش ان هو يتقبل اللي سيدنا ابراهيم بيقوله له، وقال له وهجرني مليا، يعني ابعد عني وما تتكلمش معايا بمعنى صح، او ما تدعونيش بمعنى صح. فاتجه سيدنا ابراهيم ان هو يدعو قومه لعباده الله وحده لا شريك له، وابتدى يحاول يثبت لهم بالحجه وبالبرهان ازاي ان عباده الاصنام دي لا تضر ولا تنفع، زي الموقف الشهير لما كسر الاصنام بتاعتهم وساب اكبر صنم فيهم ما كسروش. فلما جم وقالوا مين اللي كسر الاصنام زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فلما جابوه سالوه قال لهم اسالوا كبيرهم ان كانوا ينطقون، فهو اثبت لهم انهم لا بينفعوا ولا بيضروا، لو كانوا قادرين ينفعوا ولا يضروا كانوا نفعوا نفسهم، ما كانوش يتكسروا بالمنظر ده. فهم رجعوا لرشدهم زي ما الايه الكريم بتقول، ولكن بعد كده تراجعوا لان هم كانوا عارفين ان مصالحهم كانت، القصه مش قصه حق وباطل، لكن القصه كانت ان مصالحهم في عباده الاصنام. ما كانتش القصه قصه ان هم شايفين ان هو بيقول الحق او الباطل. على فكره اغلب يعني الاقوام ده اذا ما كانش كلهم كانوا عارفين ان الله عبادته هي الحق، ولكن كانت القصه بتتصادم في مصالحهم بقى من بيع، من تجاره العبيد ومن بيع الاصنام، ومن فكره اصحاب الرايات الحمر اللي هي بيوت الدعاره وقتهم، اللي هي كانت الخيم اللي معروف ان بيتمارس فيها كده. فانت جاي تقول لنا لا نبطل الخمره ونبطل عباده الاصنام ونبطل كل ده، معتقدين ان ربنا سبحانه وتعالى او ان رزقهم هيتوقف لو بطلوا الحرام ده، ولكن كانوا فاهمين القصه غلط. وكمان لما سيدنا ابراهيم اثبت لهم ان حتى النجوم والكواكب مش بتعبد من دون الله، عشان يضرب لنا مثل برضو ان انت لما تيجي تفكر وتعمل عقلك، الناس اللي بتنكر وجود الله، الملاحده اللي بينكروا وجود الله في الكون، سيدنا ابراهيم لما جه يفكر اجمل حاجه في الموضوع ان هو كان تصوره عن الاله مبدئيا ان الاله ده فوق، الاله ده مش تحت ومش مساوي ليه. فهو لما جه يفكر ما فكرش في الارض ولا فكر في حاجه مساويه ليه، هو فكر ان الاله ده في السماء. فبص للنجوم، بعدين بص للشمس وللقمر زي ما بنشوف في الايه الكريمه، كل ما كان بياخد حاجه منهم ويقول ان اكيد هو ده ربي، فبيلاقيه ان هو يعني قفل او ذهب او بعد او غاب. فهو كان تصوره الثاني عن الاله ان الله لا يغيب ولا ينام ولا يتعب، فبالتالي توصل في النهايه ان ربنا سبحانه وتعالى انا مش شايفه ولكن هو شايفني سبحانه وتعالى. عشان بعد كده تنقلنا القصه لان قومه ابتدوا يتضايقوا جدا من اللي هو بيدعوهم لده، فقرروا ان هم يعملوا له نار عظيمه، عظيمه بمعنى كلمه عظيمه، نار يقال ان من شدتها كانت بتحرق، يعني اللهيب بتاعها الهبو زي ما بيقولوا او الهواء اللي جاي من النار بيحرق اللي يقرب، فما بالك بالنار دي نفسها. ورموه في النار دي، ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكر لنا في القرآن الكريم قال للنار كوني بردا وسلاما. وبالتالي سيدنا إبراهيم
ما حصلوش اي حاجه وخرج من النار سليم، بغض النظر عن المده اللي هو قعدها جوه النار. احنا ما نعرفش او انا ما اعرفش هي قد ايه، اختلفت الاقاويل في كده، وانا مش حابب ان انا اصدع دماغكم بحاجه فيها خلافات. لكن المهم اللي احنا عارفينه متاكدين منه هو انه اترمى في النار وانه خرج منها سليم ومفيش اي حاجه حصلت. بعد كده بتنقلنا القصه لان هو حصل حوار بينه وبين النمرود، الراجل اللي ادعى الالوهيه او كان بيدعي الالوهيه، وكان من الملوك الجبابره في الوقت ده. اصلا النمرود من الملوك الاربعه اللي حكموا الارض، وهو كان من الكفره والفاسدين. فلما قال لسيدنا ابراهيم، لما سمع بدعوه سيدنا ابراهيم للتوحيد وكده، فقال له انا بحيي وبأميت، تمام. فجاب 2 محكوم عليهم بالاعدام، عفى عن ده وعدم ده، فقال له انا كده بحيي. سيدنا ابراهيم كان اسلوبه دايما اسلوب المناظره، وان هو يقيم الحجه على اللي قدامه. فهو من الاخر يعني حب ما اللي هو مش هنتعب بقى دماغنا، خلاص طب تمام انت بتقول ان انت بتحيي الموتى، انا مش هجادل معاك في القصه دي. طيب هو رد عليه مبدئيا وقال له ربي الذي يحيي ويميت، فالتاني قال له انا احيي واميت زي ما ربنا بيذكر في الايه. طب انت بقى بتقول ان انت خلاص انت شايف نفسك كده، انا مش هخش معاك في الجدل ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الشمس تطلع من المشرق، طلعها لنا انت من المغرب، فربنا بيقول لنا فبهت الذي كفر. خلاص هو سيدنا ابراهيم جاب له من الاخر، احنا هنقعد نجادل في في الاحياء والاموات؟ لا خلاص طلع لنا بقى الشمس من مغربها، ده لو بتعرف. طبعا هو كان مش هيعرف يعمل كده، وبالتالي الحجه بتاعته بطلت. بعد كده سيدنا ابراهيم طلب من ربنا ان هو يوري له ازاي بيحيي الموتى، مش لان سيدنا ابراهيم كان متشكك، حاشا لله، لكن سيدنا ابراهيم كان معروف ان هيقابل اسئله من النوع ده، وكان هيقابل حاجات ليها علاقه بكده، زي ما قابل النمرود. فاكيد كان هيقابل ناس تانية تقول له طب ما ربنا ازاي بيحيي الموتى؟ فربنا قال له يجيب 4 من الطيور زي ما بنشوف في الايه الكريمه، ويقطعهم بمعنى صح ويخلطهم ببعض، يعني يلخبطهم، ويفرق الاجزاء بتاعتهم، ده على جبل وده على جبل، وبعدين يدعوهم فهيجوا له سعيا، او هيجوا لسيدنا ابراهيم وهم بيمشوا. وده طبعا اللي حصل، لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويوري له ان مش بس ربنا قادر انه يحيي الموتى، لا ده قادر انه يحيي الموتى وهم متلخبطين، مش وهو ميت على بعضه. يعني الهنود اللي بيحرقوا البني ادم ويخلوه رماد ويرموه في النهر، ربنا بيجمعه تاني، قادر يجمعه تاني. الناس اللي بتموت والعياذ بالله في حوادث وبتاع، وممكن يموت محروق او غرقان او متقطع او السمك كله، الله يحفظنا جميعا من الموتات الصعبه دي، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيبعثه زي ما كان، اعضائه اللي راحت في الشرق والغرب وبتاع. فدي حاجه تانية زائد قدره الله على الاحياء، انه مش بيحيي بس، ده هو بيحيي وبيحيي الانسان زي ما كان، مش ناقص ومش عنده عضو مكان عضو. يعني مش مثلا خد ايد بتاعت حد تاني فجت، لا حاشا لله سبحانه وتعالى. ان قصه سيدنا ابراهيم بعد كده ليه قصته مع الملائكه، لما الملائكه زاروه وهو اكرمهم واكرم ضيافتهم، فقدم لهم الطعام. حتى ربنا بيذكر ان هو جاء بعجل حنيذ او بعجل سمين، اتذكرت في اكتر من ايه بالاشكال المختلفه او بالالفاظ المختلفه. فلما سيدنا ابراهيم شاف ان ايديهم مش بتصل الى الاكل ده، او ان هم مش بياكلوا بمعنى صح، فخاف منهم او توجس منهم خيفه، ولكن هم طمنوه فهموا ان هم رسل من رب العالمين، وان هم رايحين لقريه سيدنا لوط زي ما حكيت لكم في الحلقه اللي فاتت برضو، عشان يدمروا القريه دي. وكمان بشروه بسيدنا اسحاق ومن بعديه سيدنا يعقوب. فهو طبعا بعد ما بشروه البشرى دي وفرح بيها، كان ابتدى يجادلهم في قوم سيدنا لوط، لانه كان خايف على ان سيدنا لوط يحصل له حاجه، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لان سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم بتجمعهم صله قرابه، ولكن هم طمنوه ان القريه هي اللي هتهلك، ولكن الله هينجي نبيه سيدنا لوط. بعد كده هاجر سيدنا ابراهيم 3 هجرات. الهجره الاولى كانت من الشام لمصر، والهجره الثانيه كانت من مصر. لما هاجر لمصر يقال ان ملك مصر وقتها كان بياخد اي ست جميله غصبا من زوجها، وان هو حاول ياخد السيده ساره زوجة ابراهيم منه، ولكن كل ما كان الملك ده بيحاول ان هو يلمس السيده ساره كانت بتدعو ربنا في ايده بتتحجر مكانها، فيطلب منها ان هي تدعي ربنا انه يفكه، وهكذا مره واثنين لحد ما انتهى عنها وقرر ان هو مش عايز يقرب منها. بعد كده كانت الهجره من الشام او من مصر لمكه المكرمه. وفي الوقت ده اهدت السيده ساره لزوجها السيده هاجر عشان يتزوجها، لان السيده ساره في الوقت ده ما كانتش بتخلف، وبالتالي السيده هاجر خلفت من سيدنا ابراهيم ابنه اللي هو سيدنا اسماعيل عليه السلام، عشان ربنا يختبره الاختبار اللي بعد كده، هو انه يطلب منه ان هو يسيب زوجته وابنه الرضيع في مكان ما فيش فيه لا ميه ولا زرع ولا فيه اي حاجه. حتى ربنا في القرآن بيذكر لنا سيدنا إبراهيم لما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني أنا حطيتهم في وادي ما فيهوش أي حاجة. ولكن السيدة هاجر كانت ست إيمانها قوي جدا وإيمانها عظيم بالله، لما مشيت وراه وابتدت تقول له أنت بتسيبنا هنا ليه أو كده، فبعدين ابتدت تفطن إن في حاجة، فقالت له الله أمرك بذلك؟ فقال لها نعم. قالت له إذا لن يضيعنا الله. إيمان عظيم من بالمولى سبحانه وتعالى.
عشان لما يشتد بيها الجوع والعطش هي والطفل الرضيع اللي هو سيدنا اسماعيل تبتدي تهرول لمدة 7 أشواط ما بين جبلين الصفا والمروة. وده من مناسك الحج بالنسبة لنا حاليا كمسلمين، هو اللي هي الهرولة ما بين الصفا والمروة في 7 أشواط، لحد لما انفجرت عين زمزم أو بئر زمزم عند سيدنا إسماعيل أو مكان جنب سيدنا إسماعيل. فابتدت هي تلم المياه بإيديها، وابتدى المكان ده يعمر بعد كده، وربنا سبحانه وتعالى نجى السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل من العطش. عشان بعد كده يجي الاختبار اللي بعده، وهو اختبار أصعب شوية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يخليه يشوف في المنام إنه بيذبح سيدنا إسماعيل. ومعروف لينا كلنا، أو لو مش معروف ليك المعلومة دي، هو إن رؤيا الأنبياء حق. مفيش حاجة اسمها إن النبي ده يشوف رؤيا فيقول ده ممكن تكون حاجة. لا، رؤيا الأنبياء حق، يعني اللي هم بيشوفوه ده معروف إن هو بيبقى حقيقة أو رسالة من المولى سبحانه وتعالى، أيا كان بيبقى حاجة حقيقية، مش حاجة فيها تلبس أو كده. وبالتالي حكى لابنه على اللي هو شافه. فسيدنا اسماعيل كان مؤمن هو كمان بالله وايمانه قوي، فقال له يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما جه سيدنا ابراهيم عشان ينفذ الامر بتاع الذبح لابنه سيدنا اسماعيل، ربنا زي ما بيذكر لنا في الايه فده بذبح عظيم. يقال من قبل العلماء، تفسير العلماء هو ان ربنا كان بيختبر قوه ايمان سيدنا ابراهيم. يقال انه لانه كان سيدنا ابراهيم ما كانش بيخلف او خلف على كبر وهو سنه كبير، فبالتالي كان متعلق جدا بالابن اللي بيرجوه من الله اللي هو سيدنا اسماعيل. فيمكن يقال من العلماء ان ربنا كان عايز يخليه يزيل التعلق ده من قلبه، اللي هو ما يتعلقش بغير الله سبحانه وتعالى، لان ده كان خليل الرحمن. هو اصلا اي انسان عادي فينا المفروض ما يتعلقش بحد غير ربنا، فما بالك بخليل الرحمن. عشان بعد كده يؤمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ان هم يبنوا الكعبه المشرفه، لان الاساسات بتاعت كانت موجوده، ولكن مع الزمن التراب غطى الاساسات دي. فابتدى سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ان هم يبنوا الكعبه، بان سيدنا اسماعيل بيلم الحجاره وبيديها لسيدنا ابراهيم وهو اللي بيرصها فوق بعضها. وبعد كده لما ابتدى البنيان يطول شويه، حط سيدنا ابراهيم حجر ووقف عليه وابتدى يكمل. وعشان كده المكان ده بيتسمى لحد دلوقتي مقام ابراهيم. هو ده المكان اللي وقف فيه سيدنا ابراهيم وهو بيبني الكعبه. وكان دايما بيدعو هو سيدنا اسماعيل بالدعاء اللي احنا شايفينه في الايه الكريمه، ودعوا كمان للذريه بتاعتهم، وقد كان ده تحقق، لان جه من نسل سيدنا اسماعيل خير البشر صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم، زي ما بنشوف كده في الايات الكريمه. عشان بكده تكون انتهت قصة سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل. طبعا قصة سيدنا إسماعيل ممكن نحكيها في وقت مختلف، بس بعتقد إن هي قصته مش هتبقى مختلفة كتير، لكن أعتقد إن هي هتبقى برضو ليها حلقة خاصة بيها. أتمنى تكون الحلقة عجبتك. لو أول مرة بتشوفني زي ما قلت لك في أول الفيديو وصلت للحظة دي، مشكورا. انزل اشترك وفعل الجرس واكتب لي كومنت يشجعني أكمل، واعمل لايك واعمل شير، عشان ده بيفرق معايا بشكل كبير جدا. مبسوط جدا بدعمكم في الفترة اللي فاتت.